ايه العلاقة بين حقنة المونجارو اللي قلبت الدنيا للتخسيس دلوقتي ودواء الزنتاك بتاع المعدة اللي اتسحب فجأة بعد 40 سنة ثقة؟ طبعا سمعت عن دواء قالب الدنيا اسمه مونجارو، الدواء اللي بيتوصف انه سحر للتخسيس وعلاج للسكر، وطبعا اول ما بنسمع كلمة سحر على طول بنجري عليه ونلحق الترند. مفيش حاجة اسمها سحر مطلق، كل دواء في الدنيا ليه كفتين ميزان، كفة مميزات ونتائج وكفة امان وعيوب واثار جانبية. انا هنا علشان اكون مرايتك المحايده، هندردش سوا ببساطه وبحياديه، هنفهم الدواء ده بيعمل ايه بالظبط وايه مميزاته وعيوبه، وفي الاخر القرار الصح دايما بيكون قرارك انت ودكتورك المعالج. المونجارو اتعمل ليه اصلا واتعمل لمين؟ خلينا نرجع للاصل. المونجارو في الاساس اتعمل كعلاج لمرضى السكر من النوع الثاني علشان يظبط مستويات السكر في الدم، لكن مع التجارب لو انه بيساعد كمان على نزول الوزن بشكل كبير جدا وبشكل فعال ما حصلش قبل كده، فبدأ يستخدم كمان لمرضى السمنة المفرطة، الناس اللي وزنها زايد وعندها مشاكل صحية مرتبطة بالوزن زي الضغط، كوليسترول او مشاكل في المفاصل ومش عارفين ينزلوا في الوزن بالطرق التقليدية. يعني الدواء ده مش معمول للشخص اللي عايز يخس 3 أو 4 كيلو علشان يظبط لبس الصيف، ده دواء علاجي للي محتاجين فعلا ينزلوا اوزان كبيره لحمايه صحتهم. طيب بيشتغل ازاي؟ باختصار شديد قوي، ببساطه شديده، الحقنه دي حقنه بتتاخد كل اسبوع، بتشتغل زي هرمونات طبيعيه جسمك طبيعي بيفرزها لما بتاكل، بتروح للبنكرياس تقول له ظبط لي الانسولين، وتروح للمعده تقول لها اهدي خالص وبطئي الحركه بتاعتك، الاكل يفضل قاعد في بطنك فتره كبيره فتحس انك منفوخ وشبعان طول الوقت، ومخك يبدا يترجم ده على انه مش قادر ياكل ومش عايز اكل تاني، فطبيعي تبدا تاكل قليل وتخس بسرعه. طيب نيجي للكفه الثانيه، كفه الامان، وهنا عايزك تركز معايا ارجوك في الكلام اللي جاي لان ده اهم جزء في الفيديو. المونجارو نازل باللي بنسميه في الطب بوكسد وورنينج، يعني اعلى واخطر درجه تحذير من الشركه المصنعه، وده اول حاجه هتلاقيها مكتوبه في روشته الدواء. التحذير ده بخصوص اورام الغده الدرقيه. علشان نكون دقيقين علميا، الاورام دي لقوها بشكل واضح ومؤكد في التجارب اللي اتعملت على الحيوانات زي الفئران، ولقوا ان هي بتعتمد على حاجتين، الجرعه ومده العلاج. طيب هل ده معناه انه بيسبب الاورام دي في البشر؟ في الحقيقه العلم لسه مش عارف ومفيش دليل قاطع، لأن تركيب خلايا جسمنا وعددها مختلف عن الفئران، لكن الطب قائم على قاعدة الأمان أولا. الشركة المصنعة بتقول بوضوح ممنوع تماما منعا باتا حد يلمس الدواء ده لو هو شخصيا أو حد من عيلته من الدرجة الأولى جاله نوع سرطان غدة درقية معين أو متلازمة أورام تانية. ولو أنت بتاخده لاحظت أي كتلة في الرقبة أو صعوبة في البلع أو بحة مستمرة في صوتك هتوقفه فورا وهتبلغ الدكتور بتاعك. طيب بالاضافه لموضوع الغده في حاجات تانية لازم تحطها في حساباتك، ده غير الاعراض الهضميه الشائعه، الغثيان، القيء، الاسهال او امساك في بدايه العلاج. بسبب الاسهال والقيء اللي ممكن يحصلوا جسمك ممكن يفقد سوائل كتير ويدخل في جفاف، والجفاف ده ممكن يسبب ضرر حاد. علشان كده لو هتاخده شرب الميه كتير هيبقى فرض عليك لحمايه كليتك. البنكرياس في حالات نادره اتسجلت التهاب حاد في البنكرياس، وبرضه لو حسيت بألم في بطنك ومسمع في ظهرك هتوقف الدواء وهتطلع على الطوارئ. طيب يا دكتور، طيب يعني فين المشكلة؟ ما الناس كلها بتاخده وزي الفل ومفيش ولا أورام والدنيا أمان، أنت جاي تخوفنا يعني بس ولا إيه؟ يا صديقي لنا في التاريخ عبرة. فاكرين دواء الزنتاك بتاع المعدة؟ قعد ما يقارب 40 سنة في السوق وكان متربع على عرش انه من أأمن الأدوية على الكوكب والناس بتاخده وهي مطمنة، وفجأة اتسحب لما اكتشفوا ان التخزين بتاعه ممكن يتحول لمواد مسرطنة. يا ترى كم واحد حصل له مشاكل منه ومش معروف السبب؟ فمش معنى ان أورام الغدة ظهرت في الحيوانات بس وما ظهرتش في البشر اننا نستهتر. امانك وصحتك هما الاساس، والاستسهال في الادويه غلط.
محتاج تعمل ايه قبل ما تبتدي فيه؟ خطة الامان. لو قعدت مع دكتورك وقررت ان المونجارو هو الحل الانسب ليك، في 4 حاجات اساسية لازم تتعمل قبل اول شكة حقنة. اول حاجة تقييم تاريخك المرضي، لازم تبلغ الدكتور بكل امانة لو عندك او عند عيلتك تاريخ مع مشاكل في الغدة الدرقية، او لو جالك قبل كده التهاب في البنكرياس. تاني حاجة فحص وظائف الكلى، لازم تعمل تحليل وظائف كلى علشان تتأكد ان هي سليمة، وتكون دي نقطة اساسية نراقب بيها الكلى. لو انت مريض سكر لازم تفحص عينك قبل ما تبدأ، لان النزول السريع للسكر ممكن يأثر مؤقتا على الشبكية لو فيها مشاكل قديمة. مراجعة الأدوية بتاعتك لازم تراجعها تاني، لو بتاخد أدوية سكر تانية أو أدوية بتأثر على الكلى الدكتور لازم يظبط جرعاتها علشان ما يحصلش هبوط حاد في السكر. ويفضل السؤال، هو ازاي الماركتنج قدر يخلينا نشوف المشي وتظبيط الاكل حاجه صعبه ومعقده وبتاخد وقت، وفي نفس الوقت قدر يقنعنا ان احنا نشوف شكه حقنه اسبوعيه مجهوله العواقب على المدى الطويل حاجه سهله وامنه وطبيعيه. الخلاصه يا صديقي، المونجارو اداه طبيه قويه وممتازه وليها نتائج مذهله، بس لازم تتاخد بحذر وتحت اشراف طبي كامل. لو تقدر تظبط وزنك بتغيير اسلوب حياتك واكلك ورياضتك فده دايما الطريق الامن ليك. لو عجبك الفيديو وضحت لك الصوره ما تنساش تدعي لي وشاركوني اسئلتكم وتجاربكم تحت في التعليقات، ودمتم في صحه وعافيه.